قلت له بتقول لك اما تبعت حد بتبعت رجاله، ما تبعتش خوالات زيك. ده واضح ان هو جاي من بيئه كلها لصوص وكلها حراميه. لا دي قله ادب وسفاله. وانا ممكن اضربك بالجزمه. ده انا هقوم اديك بالجزمه. ده انا هقوم اضربك. طب انا بقى هوريك هنا. انت راجل فاهم تعليل ادب. لو سافل يعني لو سمحتوا. طيب خد بقى انا هوريك. اوعى أنا طبعا مش عايز أطلع الصوت عشان في ألفاظ اتقالت لا يجب أن تقال. أو ده المشهد اللي حصل أهو، الحذاء في إيد نبيه الوحش وبيضرب الشيخ مصطفى راشد، الله 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 الله، وآدي وتكسر إزاز الاستوديو وكأنها مصارعة حرة في داخل الاستوديو. طبعا أنا يعني زملائي في الاستوديو تحملوا نتيجة ما فعل، وأخونا صبري يتعور وسامح اتعور وابانوب اتعور. تعالى بأنه إنسان لا يعلم آداب الحوار، مش هينفع يا وأنه أتى لكي يسفه ابن يونس رايح فين؟ بصوا للمرة الأخيرة وأقسم لك بالله سأحبسك. مش هينفع. لا ومن أتى بك لا ما ينفعش. ومن كلفك بأن تفعل معي هذا ما ينفعش وتقول لي نبيه. لا يا جماعة لا نبيه. لا اوعى يا أخي لا ما ينفعش كده. انا يا اخوانا ما ينفعش. لا يا جماعة بس النضاره الاول يا استاذ احمد. انا لو استعملت معاك يا شعب اسيوط، يا شعب اسيوط، اعلموا بان هذه الدولة مخترقة. يا محمد يا سبكي اجل فيلمك، عيب عليك. مظبوط. انت منتج كبير هتتذل، قلتها له كصديق مش كغرفه ولا بتاع. انا ما حدش يقدر يذلني، لا فيلم ولا 20 فيلم. قلت له والله انت محمد رمزي التعبيط. عيب ان محمد مين اللي يتذل؟ عيب ان محمد لا بلاش. مين اللي يتذل؟ انت عارف هو بس تقول لي مين اللي يذلني؟ مش قصده شخص محمد الصبحي يا عم محمد. عم محمد تعبيط يا محمد رمزي، تقول لي اتذل؟ انا اتذل يا عم محمد. عم محمد انت بتقول لي اتذل، انا بتذل. مين ده اللي يذلني؟ ده انا ادعكم كسبان. محمد عبد الله نصر في حوار الشيخ محمد عبد الله نصر. لا انت شيخ على نفسك انت. لا يا جمعه يا جمعه حق المنصه بدل ما تقعد بالجزمه، والله العظيم الجزمه دي تنزل على وشك. لم نفسك هذه اخلاق لنفسك. نطلع فاصل يا جماعه. هو اسمع نطلع فاصل يا جماعه. نطلع فاصل يا جماعه. لقيته راح شتم. هقول لحضرتك راح شتم، بقول له انت بتعمل ايه؟ انت مين بتعمل ايه؟ قال لي بصور بكس امك. يعني حاجه يعني انا عيب ان انا قلتها بصراحه يعني انا لان دي حاجه يعني معلش انا اسف ان اتقالت. انا كنت عايز اقول ان اللفظ ما ينفعش يتقال. ماله كابتن حسام غالي؟ يا باول قول ماله كابتن حسام؟ ماله كابتن حسام؟ عمال يشتم فينا، بقول له انت نجم منتخب مصر وما ينفعش تشتم. قال لي كس امك انت يعني. لا يا باولو ما انتش يا باولو. والثوره المصريه مش هتتسرق، واللي هيجي ناحيه الثوره المصريه هنطلع دين امه. شكرا جزيلا عم احمد فؤاد نجم. وطبعا بنعتذر عن دين ابو الفلول، ودين ابو الاخوان، ودين ابو رجال الاعمال، ودين ابو ناهبي وظالمي هذا البلد، ودين ابو كل اللي اتشدد لمبارك. يا شراميط يا انجاز. هاي انا هقول لكم حاجه واحده، كسمكم كلكم